مش عايزين اي مكان اللي هيتقال في الفيديو ده ينسينا ان زي النهارده من 13 سنه تم تعيين الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع. ودي يا جماعه كانت الحسنه الوحيده للي استبنى الفطيسه هو وجماعته النكسه. نرجع بقى لمرجعنا في موضوع الفيديو. بيقول لك ايه بقى يا سيدي، واسمحوا لي ان انا اقرا علشان الكلام عميق بزياده مش عارفه احفظه والله. كثير من الخيانات تكون بالاكراه، ويكون الخائن لا يرغب في الخيانه لكنه يخون لانه اختار ان يخون بدلا من ان يضحي. اللهم صل على النبي. شعر، في شعر بيتقال هنا دلوقتي. هؤلاء خونه ولا وصف يليق بهم سوى ذلك. خد لي بالك بس عشان ايه احنا هنخش على التقيل دلوقتي. عندما تخون لكي تعيش انت خائن. عندما تخون لتكسب انت خائن. عندما تخون لانك جبان انت خائن. مهما كان السبب الذي تخون من اجله يعني انت خائن. مين بقى اللي بيقول الكلام ده؟ ده مربط الفرس. الولا عمرو واخد، اي والله العظيم ثلاثه، الولا عمرو واخد المطرود اللي عايش في امريكا. حاسه ان احنا واصلين لمرحله من البجاحه عمري ما شفتها في حياتي. عمرو واخد بيكلمنا عن الخيانه. عجبت لك يا زمن. نيجي بقى للتويته اللي كتبها بعد كده. بيحذر كل الضباط المصريين، بيقول له انت لو ظابط مصري لازم تخاف. انا لو مكانك هخاف. انت خايف اصلا طول عمرك. ليه؟ لان في مجموعه سريه. المجموعه السريه دي راحت وشوشت الولا عمرو في ودنه كده او في بقه ما نعرفش، قالت له ولا يا عمرو احنا مجهزين لسته باسامي كل الضباط وناويين نعمل فيهم حاجات مش ولا بد. فهو بيحذر الضباط وبيقول لهم خاف الله، خاف انا لو مكانك اسيب الخدمه دلوقتي واخد بعضي واهرب واختفي الفتره دي خالص، اختفي. بيقول لهم هيفشخوكوا ومش هتلحقوا تهربوا. خد عندك يالا، خد يالا، ما تخافش، ما انت واخد اصلا. بص على الفيديو ده كده، بص عليه. الفيديو ده الشباب الزهنن اللي لسه مخلص ثانويه عامه ورايح يقدم على الكليه الحربيه. مليونيه يالا. شايف المليونيه دي؟ انتوا ما عرفتوش تنزلوا نفرين وطفايه. نفرين وطفايه بقالكوا 12 سنه هتموتوا وتحركوا اي حاجه من مكان مش عارفين يا حبايبي. بص بقى العيال واقفين طوابير عشان يقدموا في الكليه الحربيه، وزيهم بالظبط على فكره، بس دول انا بشوفهم وانا رايحه شغلي كل يوم عند اكاديميه الشرطه. يا عيني يا ابني، ما حدش وراك الفيديو ده؟ ما حدش اداك لقطه كده قال لك يا ابني ما قبل ما تقول الكلام اللي انت بتقوله ده وتهدد ضباط مصر تبقى تتفرج عليك؟ طب يا عمرو ما شفتش يالا الفيديو ده اللي فيه 2 عساكر سايقين دبابه لقوا عربيه مفخخه راحوا دهسينها وفاصينها؟ يالا ده الفيديو ده كان ترند في العالم كله. يالا معقوله ما تكونش شفته؟ قلت لي يالا بقى انت بتهدد مين؟ بتهدد مين يا يالا غطيها، يالا غطيها يا ده اللي تستهوى، انا خايفه عليك. خد اما اقول لك يا عمرو كلمتين. ضباط وجنود مصر وشعب مصر كلهم يعشقون الشهاده في سبيل الوطن وصيانة أرضهم وعرضهم كما تعشقون أنتم الفلوس والخيانة والعمالة يا عالم يا زبالة. وأزيدك من الشعر بيت، أنت عندك 110 مليون مستعدين للقتال في صفوف القوات المسلحة والشرطة المصرية، اللي لو كانوا خافوا زمان ما كانوش شالوا أكفانهم سواء جيش أو شرطة أو أجهزة دولة أو الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان يلحقوا البلد دي، وما كناش وصلنا ان احنا مسحنا بيكوا اسفلت الطرق وكلكم يا اما في السجون يا اما مشردين مطاريد يا دوبكوا تلقحوا. وحتى لو حصل اللي بتهددوا بيه قصاد كل شهيد من عندنا بناخد قصادكم 100 و1000 قصاد شهيدنا بيتولدوا جداد. فاجري ياض، اجري يلا، اجري شد لك سطر بودره من اللي بتشدها دي عشان تعمل دماغ الصراصير اللي بتخليك تكتب الكلام ده. اجري يلا اجري. قال لك مجموعه سريه بتهدد الزملاء. ده ايه ده؟ الا مين الاهبل يالا اللي بيدفع لك فلوس عشان تكتب الكلام ده؟ والله العظيم بيرمي فلوسه في الارض. العالم دي ما عندهاش مخ. يلا ورزق الهبله على المجانين يلا. وبعدين احنا مستنيينك. انت قلت ان انت قبل عام، بغض النظر عن ان الواحد مش فاهم اللغه العربيه بتاعتك جايه من انهي مصرف صحي، انت قلت ان انت قبل عام هتبقى عندنا هنا في مصر، فاحنا مستنظرينك. اي والله العظيم احنا مستنظرينكم كلكم يا جماعه. انتوا كلكم بتقولوا ان انتوا جايين، ما بتجوش ليه؟ مش تبقوا تيجوا عشان تشوفوا الترحاب اللي هنرحبوا بيكم ده. احنا نفسنا نشوفكم، اذ نستمنى
يلا هسيبك مع خيالاتك وضلالاتك، واستمر يا ابني انت كمان، استمر. هبلوا هبلوا هبلوا، اصل الهبل بتاعكوا ده جايب معانا حلو قوي الصراحه. مساء الورد على المصريين الجدعان، بجيشهم بشرطتهم بقيادتهم، ومساء النيل على دماغكم يا اللي ما تتسموا.